السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانين؟ نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد مسمن ديال الفران مورق زوين، تيجي زوين في المنظر وحتى في المذاق، ساهل. غادي نوجدو معكم اليوم. اللي عجبو الفيديو ما ينساش يدير ليجان، وغادي نمشيو للمقادير. عندي هنايا غادي نسبق لكم كريم باتيسير هو الاول، كنحضره هو الاول باش يلاه يبرد على خاطره حيت الوقت ما كاينش. عندي هنا نص لتر ديال الحليب و2 معالق ديال الكريم باتيسير ومعهم فانيلا و2 معالق ديال السنيده. غادي نحركهم بارد، عاد غادي نحطو فوق البوطه باللي عقاد، غادي نطفي عليه ونحطو يبرد. وغادي نمشي باش نعجن العجينه ديال المسمن. عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق الفورس، وعندي كاس ديال العنبه ديال الدقيق ديال القمح، وعندي الملح والسنيده. غادي نعجن العجينه بالماء بارد ديال القادوس، ما غاديش ندفيه ما والو. غادي نعجن العجينه هي الاولى، ومن بعد غادي نشكل على شكل كويرات على هذا الشكل هذا صافي. وغادي نبدا ندير في نورق في المسمن. باستعانة بالزيت غادي نبقى ندير بالزيت. غادي نبدا نورق فيه بحال هكايا وندير وحده في وسط وحده. عندي درت 15 كويره، غادي نقسمهم على 3. كل مسمنه غادي ندير فيها 5 الكرات. غنبقى ندير على هذا الشكل هذا وحده وسط وحده، المهم 5 الكرات. كل مسمنه غادي ندير فيها 5. وها نتوما معايا وغتشوفوا الطريقه كي دايره. ومن بعد ما كملتهم غادي نبدا نقرص فيهم بمايزينا. غادي ندير المدلك، ولاني غادي نوريك غير بشويه بشويه على حساب باش ما تحيدش لي ديك الزبده ما تخرج. وغادي ندهن اللاطه بالزبده. غادي نحط المسمن الاولى على هذا الشكل، وغادي نكب عليها الكريم باتيسير. ومن بعد غادي نسرح الثانيه حتى هي على الشكل مربع. غادي نبقى نقرص فيها غير بشويه بشويه باش ما تخرجش ليا ديك الزبده اللي قرصت بها اللي ورقت بها. وغادي نحط الثانيه، نحاول ندرج هذاك الكريم باتيسير ونقاد الجناب. وغادي نعاود هذه الثالثه، ونبقى نرشها بمايزينا، مبغيتش ندير دقيق. وهنا عندي الكاوكاو اللي قليته في المقله وفسختو، قليته بشويه ديال الزيت، ما درتش بزاف، المهم غير شويه وصافي وقليته.
بليتو هرمشتو درتو على هذا الشكل هذا، هو اللي غادي ندير به الطبقه الثانيه. غادي وزدت فيه شويه ديال الفاني باش يتنسم. غادي نرش به الجناب كاملين بحال هكا، وغادي نخلي واحد شويه للتزيين. هذه غنحطها على جنب حتى نهز سميتو باش نحطها فوقها. هذه المسمنه الثالثه والاخيره. صافي غادي نبدا نقاد في الجناب، نهبطهم بحال هكا. ها نتوما تشوفوا صافي. وها هي المسمنه واجده. غادي انا دابا مشعله الفران على درجه الاخرى، الدرجه العاليه من الفوق والتحت، ومخدمه الفرفاره. اللي عنده الفران العادي غادي يشعل لتحت هو الاول تطيب المسمنه الفوق، عاد ننزلوها لتحت. غادي نقطعها بحال هكا بالموس على شكل ديال مربعات. صافي. وغادي ندهنها بالزبده وندخلها للفران وباللي طيب. غادي ندهنها بالعسل وبكاوكاو. انا كملت بهذه لحقاش بلي درت التقطيعه الثانيه تتولي تعواج ليا بسميتو. من الاحسن نقطعها بحال هكا. هذه تتقطع مزيان وتيبقى ليا المربع مقاد. صافي. غادي ندهنها بالزبده اللي شاطت ليا وندخلها للفران. وهذه هي المسمنه ديالي من بعد ما طابت في الفران. انا طفيت عليها وغادي ندهنها دابا بالعسل ونزينها بالكاوكاو وبالصحه والراحه. وما تنساوش اللي عجبو الفيديو يدير لي جيم وتكليكيو على الجرس باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. وبالصحه والراحه ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.